نوچیان لسرناوی حمو خبرکار مد تیوی ایوار باش تماشاوانین هجا. سروک گشتی پکک عبدالله اوجلان دا زانی که او د چارچوی آگاهی حکومت ایتالیا ده درباسی رومای بویه. سازین چاپمنی ینجور بجور ادعا کردن که سروک گشتی پکک عبدالله اوجلان لپایتخت ایتالیا رومای دو ایواری هاتیه بنچاف کردن. ایرو دواره پرزگریکا کرده بویره کدن یا گرینگ پیکات سروک گشتی پکک عبدالله اوجلان دا زانی که چارچوی آگاهی حکومت ایتالیا ده درباسی رومای بویه. لگوری آگاهی که نونریا ارنکی یا ایتالیا دایه سروک گشتی پکک عبدالله اوجلان ده دربار مجاره ده اف داخویانی دا. اوجلان وها گوت ام ده چارچوی هایداری حکومت ایتالیا ده هاتنه ویولاتی نها جبو ستاتیوم یا سیاسی خبات بردوام بکن. نها زویه جبو که ام تشتکی نگاتیو یان جی پوزیتیو ببیجن. من قسم الأخبار العربية في الفضائية الكردية، طابت أوقاتكم أعزائنا المشاهدين وأهلا بكم في جولة أستعرض لكم فيها آخر المستجدات حيال وصول زعيم حزب العمال الكردستاني إلى العاصمة الإيطالية روما. صرح زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان نهار اليوم بأنهم قدموا إلى العاصمة روما في ظل إحاطة الحكومة الإيطالية بمسألة توجههم إليها. وكانت وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية المختلفة نشرت نبأ وصول زعيم حزب العمال الكردستاني إلى العاصمة الإيطالية مساء أمس. وأضاف عبد الله أوجلان في تصريحه نقلا عن مصادر قيادية في حزب العمال الكردستاني بأن مجيئهم إلى العاصمة الإيطالية إنما تم في إطار مساعي حكومة روما، وهم اليوم في معرض منحهم حق الإقامة السياسية وما يفرزه هذا الحق من الحصانة القانونية. وكان أفاد زعيم حزب العمال ظهر اليوم بأن الوقت ما زال مبكرا لإعلان ما هو إيجابي أو سلبي في الصدد، إلا أن أوجلان حث جماهير الشعب والرأي العام على متابعة دقيقة للحدث والتزام اليقظة والحذر التامين إلى أن تنجلي النتائج المرتقبة. في هذه الأثناء كان أفاد المدير العام لجهاز المخابرات التركية نجاة بليجان من العاصمة الألمانية أثناء زيارة يقوم بها إلى بون بأنهم تلقوا نبأ ما أسماه باعتقال أوجلان في العاصمة الإيطالية، وكان نفى أي معلومات رسمية بخصوص المسألة. في تصريح أدلت به الممثلية الأوروبية للجبهة الشعبية لتحرير كردستان أرنكا، أكدت فيه أن زعيم حزب العمال الكردستاني توجه في 13 من الشهر الجاري أي اليوم إلى العاصمة روما بعلم من الحكومة الإيطالية. وكذبت الممثلية الأوروبية للجبهة الشعبية الادعاءات التركية التي تروجها في أجهزتها الإعلامية المختلفة بغية خلق بلبلة جماهيرية ودولية حيال وصول الزعيم الكردي إلى العاصمة الإيطالية. وألمحت إلى أنه لا توجد أي مشكلة حقوقية في إيطاليا التي استقبلت عبد الله أوجلان.